ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده انا هحاول اكافئ نفسي. هتقولي ازاي؟ هقول لك الاول بس صلي على النبي وانزل حط لايك على الفيديو، تمام؟ حط لايك المتين على الفيديو واكتب لي كومنت تحت حلو كده يشجعني ويحفزني ويخليني اعمل فيديوهات. الصراحه بقالي كام يوم كده خايف اطلب اي حاجه من المطاعم، حاسس ان في قلق كده، الدنيا مش مظبوطه، فقلت استنى شويه، بلاش وجبات وبلاش الكلام ده دلوقتي، وقلت اعمل حاجه مختلفه بقى. بقالي حوالي 4 5 شهور ولا اقل يعني بقالي فترة كبيرة موقف سكر خالص. يعني حتى القهوة دلوقتي بشربها سادة. فالصراحة الموضوع ده غير حاجات ياما قوي. يعني يعني المهم، يعني عايز اقول لكم ان موضوع قلة السكر في الجسم حاجة حلوة، بس في نفس الوقت بتوصل لمرحلة انت مش قادر بقى، انت نفسك في حاجة مسكرة. فانا النهاردة قلت اكافئ نفسي. ازاي بقى؟ هقول لكم. طبعا انتوا اكيد شفتوا الصورة بتاعت الفيديو، فنزلت لميت شوية حاجات من السوبر ماركت كده وقلت هعمل سندوتش صاروخ ارض جو. تمام؟ هنسميه ايه بقى السندوتش ده؟ هنسميه ايه؟ هنسميه غيبوبة سكر. يا ساتر. هو فعلا ملوش وصف غير كده. رحنا جبنا بقى ايه؟ بوريو. طبعا لقينا الاوريو بيقولوا عليه مش حلال، قلنا نجيبه بوريو. في حاجه بقى انا عايز اقول لكم عليها. البوريو ده بكام؟ يعني انا النهارده اتضحك عليا، انا جايبه ب5 جنيه، بس انا حاسس ان هو بيتباع ب4 جنيه، مش عارف ليه. فقولوا لي عندكم سعره كام عشان اعرف اتضحك عليا ولا لا. عندنا سوبر ماركت بقى بيبيع شويه حاجات حلوه قوي ومهتم بيها، وانا الصراحه عجباني الفكره. ايه هي بقى؟ مهتم بالحاجات اللي هي بتبقى ايه، الحاجات الاحجام الصغيره او البواكي دي. يعني بص ده، لا بص ايه، بصوا عشان في جنسيات كتير بيتفرجوا عليا. بصوا ده كيس عسل، باكو عسل، تمام؟ وزنه 20 جرام، ده عسل ابيض، تمام؟ وده سعره 2 جنيه. فحلو، يعني حاجه حلوه. انت مثلا عايز تعمل اي حاجه بالعسل ومش عايز تجيب برطمان، او مثلا برطمان سعره غالي، فانت ممكن تجيب الباكو ده، تمام؟ في حاجه كمان برضو، الشركات، معظم الشركات بقى منزلين الحاجات دي. يعني شركه فيتروج منزله باكو المربى ده، تمام؟ منزله منه كل الاطعمه بتاعتها، وده وزنه 100 جرام وسعره 4 جنيه، فحاجه حلوه برضو. واخر حاجه برضو لقيتها باكو الحلاوه ده البوادي، وده سعره 5 جنيه، ده وزنه 70 جرام. فانا الصراحه انتهزت دي فرصه ان الحاجات دي موجوده، وانا هقدر اعمل السندوتش اللي انا نفسي فيه باقل تكلفه ممكنه. حلو. وبرضه منه مكافأة للنفس، لازم كل فترة كده تكافئ نفسك، انت بتعمل حاجة حلوة، طب خدي حاجة حلوة. اللي صلحته في 4 5 شهور خدي في ساعة واحدة. لا مش للدرجة، بس انا حاسس ان جسمي فعلا محتاج حاجة مسكرة كده بقاله فترة. هو ده الرغيف ابو جنيه؟ والله العظيم ده جبت رغيف فينو، تمام؟ هو الصراحة مش انا اللي شاري، بس انا يعني الاحجام بقت، ده بصوا ده بيبي فيس خالص، ده بالنسبة لي لقمة. ماشي، تعالوا بقى ايه، نفتح الرغيف كده ونشوف السندوتش اللي احنا هنعمله ده احلى ولا اللي احنا بنشتريه من المحلات احلى. طبعا اي حاجه انا بعملها هي هتبقى حلوه يعني. مش محتاجه يعني. محبش اتكلم عن نفسي، مشكلتي ان انا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. ايوه وده ملموس يعني. ده ملموس صح؟ انت حاسه يعني؟ احنا قلنا هنعمل ايه؟ عايزين معلقه. بصوا بقى، اول حاجه احنا جبنا ايه؟ جبنا كريمه. الله، الكريمه دي قوامها حلو قوي. بصوا الكريمه. حط كريمه كده في العيش، اديله بقى ابو بلاش كتر منه. تمام، اول حاجه حطينا الكريمه، بعد كده ايه، جبت شوكولاته كده وسيحتها، بس طبعا الجو ساقع جدا فمسك التاني، فمش عارف بقى. نحاول بقى نفردها كده من فوق الناحيه التانية. في بهدله هتحصل في الموضوع، فاحنا ايه، احسن لنا نحط السندوتش هنا. بس احنا كده ايه، لسه بنسخن، يعني ايه، لسه بنقول يا هادي. شوكولاته وكريمه. ندخل على المربى. دلوقتي نفسي في حاجه هعملها، يعني ما اعملهاش ليه؟ لا اعملها. بصوا بقى، هي انا بحس بس المربى، يعني دي تاني او تالت مره اجرب الكياس، بحس القوام بتاعها خفيف شويه عن المربى اللي هي بتبقى في برطمان، صح ولا ايه؟ بس يمكن هم عاملينها كده ايه، يعني ايه، عشان بس تجري في يا خبر ابيض يا جدعان. فاضل لنا ايه؟ لسه عملنا حاجه؟ احنا لسه بنقول يا هادي. بصوا دي قطعه الحلاوه اللي هي ب5 جنيه. بصوا
يعني على الاسعار شغاله بالنسبه لزمان. بلاش نحكي كتير في القصه دي. نقطع كده الحلاوه. بعد كده بقى ايه، نحط الحلاوه. عارفين احلى مكان كنت بحب اكل من عنده السكالانس ده؟ اولاد عبده. والله العظيم يعني انا كنت هروح اجيب من عندهم، بس انا قلت لا، اعمله في البيت احسن. بس يا جدعان السندوتش حجمه بدأ يزداد، وزنه بدأ يتقل، خطورته بدأت تزيد. ارحمني بقى، ارحمني من اللي انت بتعمله ده. على فكره كل ما انزل فيديو فيه حلويات، في كام شخص كده لازم يتصل يمسي عليا يقول لي كفايه، ارحمني، مش كده. بعد كده بقى ايه، ننزل بالعسل الابيض ده. يعني يمكن دي الحاجه الوحيده المفيده في السندوتش. اوف يا جدعان. انا بنهار. مش انا بس اللي بنهار، في ناس قاعده ورا. دلوقتي بقى يا جدعان في مشكله، انا مش عارف اشيل السندوتش، فانا ايه يعني مش عارف احط ايه هنا. احط ده مثلا كده، هتشوفوا كده. بعد كده بقى يا جدعان ايه، احنا مش هنفرفت برضه عشان نحس بطعم الحاجه قوي يعني. كسر شويه بوريو، بس طبعا مش كل واحد يعني هيبطل سكر يعمل الهبل اللي انا بعمله ده. بصوا يا جدعان السندوتش عامل ازاي، ده كارثه كارثه. فاضل حاجه بسيطه يعني، دي اخر حاجه خلاص يعني، مش هطول عليكم يعني. هنجيب شويه سوداني كده ونرش بقى. يا سلام. بس كده يا جدعان، الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا قدرت اخلص السندوتش. المربى هتقع. المربى مش مهم، لا تقع فين، انا عايزها تقع جوه بقي. بصوا يا جدعان السندوتش ده انا صارف عليه ومكلف والله. دلوقتي بقى حان وقت ان انا اكافئ نفسي وادوق واقول رايي بصراحه. اكيد طبعا قبل ما ادوق هو طعمه حلو وكل حاجه، فتعالوا ندوق كده ايه. تعال نسمي كده ونقول والله انا خايف. مش عارف ليه. ايه؟ انا خايف والله يا زين. انا انت خايف؟ اه ماشي. يلا ندوق. بسم الله. هي مالها حررت كده ليه؟ في ايه؟ انا حاسس ان الدنيا بقت حر قوي، جسمي نار. كلت السندوتش الصراحه قفلني. سندوتش غبي، لا ده افتراء يا جدعان، ما حدش يعمل اللي انا عملته ده. انا جسمي كان محتاج شويه سكريات، بس انا كده اديته جرعه اوفر يعني. الصراحه انا ما انصحش اي حد من اللي اتفرج على الفيديو ان هو يعمل الميكس ده. هو على قد ما هو حلو بس تقيل جدا، فبلاش نجربه احسن يعني. انا مش هجربه تاني، بس هو كميكس الصراحه جامد بس تقيل قوي. اكتبوا لي تحت بقى لو في ميكسات احلى من كده بس تكون هاديه شويه، ما فيهاش نفس الجرعه الجامده دي. قولي تحت كده في الكومنتات وانا هجربها ان شاء الله. يلا سلام.